السلام عليكم. النهارده هنعمل فرخه مشويه في الفرن. معايا فرخه يعني 2 كيلو الا ربع بعد التنظيف. معايا 4 بصلات، معايا قرن رومي وسط وقرن حامي، ومعايا التوابل بتاعتها ملح وفلفل اسود وشويه كزبره وورق لورا وفصين توم مفرومين وشويه قرفه وشويه بهارات لحم، وطبعا معانا زيت. انا حطيت الزيت على النار وسخن، وحطيت عليه البصل انا مقطعاه كبير في الكبه، كبير شويه. عايزه تقطعيه انت جوانح قطعيه زي ما انت عايزه، انا مقطعاه في الكبه بس كبير شويه، يعني بتعمل ضربات كده اهوت في الكبه عشان يتقطع كبير ما يتفرمش رفيع قوي. هنبتدي نديله تشويحه لغايه ما يتبل. اهو انا عملته شوحته لغايه ما دبل كده، الكميه قلت. هبتدي احط عليه بقى الفلفل الحامي والفلفل الرومي واشوحهم مع بعض شويه. هطري برضو الفلفل شويه، وبعد كده نحط التوابل. انا شوحتهم اهو مع بعض. هبتدي احط التوابل اهي، عباره عن ملح وفلفل اسود وشويه كزبره وشويه قرفه وشويه توابل لحمه و3 ورقات لورا وفصين 3 توم مفرومين والملح طبعا. هفضيهم واقلبهم مع بعض شويه وبعدين اطفي عليهم كده. انا شوحتهم كلهم مع بعض، ريحتها جميله جدا بالشكل اهي. حطي التوابل اللي انت عايزاها، يعني التوابل اللي تريحك اللي انت بتحبيها حطيها، مش شرط يعني اللي انا حاطاه ده، بس ريحتها جميله جدا. هطفي عليها بقى عشان تبرد وبعدين نحشي بيها الفرخه. كده خلاص انا طفيت عليها، هحطها في حاجه واسعه عشان تهدى عشان احشي الفراخ. انا فضيتها هنا في الصينيه عشان تبرد. لونها جميل ازاي وريحتها حلوه جدا. اسيبها بقى تبرد عشان احشي الفرخه. المفروض ان انا احشيها بحاجات بارده مش سخنه. بعدين البصل انا بحب اشوحه كده اهوت، ما بحطوش ني في الفراخ، وبشيل بقى ورق اللورا ده عشان ما يجيش في بق حد. اسيبها بقى تبرد عشان خاطر احشيها اهي. غسلتها ونقعتها كويس قوي، بقت زي الفل اهي. وادي الخلطه اهي، البصل والفلفل والتوابل. ابتدي احشيها. بسم الله الرحمن الرحيم. احطها من جوه كده اهو، ازق جوه لان هو مستوي. وهحط الكميه اللي انت عايزاها. حط تحت الجلد، تحت الجلد كده وافردي كده. حط كل الخد هنا في الوراك من الجنب كده برضو، بتشيل كتير اهي. الناحية دي اهي برضو نفس الشيء في الوراك. حطي جوه كده واحشري، لان هي اصلا البصل مستوي، وبعدين ده مش هيزيد زي الرز او زي غيره. هنا تحت الجلد كده. بسم كده تمام قوي. كده الكبدايه انا نسيت بس اشوحها مع البصل. نحطوها كده ونقفل بالقناصه كده، هما برضو هيستووا. هنبتدي بقى نكتف ايه، ننزل الجبنه دي كده بتاعتها، نبتدي نكتفها
كده. ندخل البذرة التانية، حطيتها في صينية بقى وحطيت عليها شوية زيت من فوق، وهحطها بقى في الفرن. انا هعمل شوية رز بالكركم والكاري. حطيت بصلة بديها تشويحة، ما بلونهاش، بديها تشويحة كده يبقى بتدبل كده، يبقى لونها شفاف، تطرى يعني معناها صح اهو كده. احط عليها كاري، كركم، شويه فلفل اسود وشويه بهارات. انا برضو حاطه على الفراخ بهارات، 7 بهارات. اقلبهم كده لغايه ما ريحتهم تطلع، ريحتهم جميله. احط الرز ده يتشوح معاهم. ادي الرز اهو شوحته مع التوابل، وحطيت عليه الميه، وهحط الملح واسيبه يتشرب زي اي رز عادي. ادي فرخه اهي في الفرن، بس لسه بدري عليها شويه، هحطها تاني في الفرن واسيبها تكمل سوا. وانا بعمل شويه شيبسي كمان جنب الفرخ. الرز اهو اتشرب اهو، هديت عليه النار. بس حلو ازاي، بس البخار مداري عليه. اهي شكل الفرخه بعد ما طلعت من الفرن. وده كان غدانا النهارده، فراخ مشويه في الفرن ومحشيه بالبصل والفلفل والتوابل، والرز اللي بالكركم والكاري وتوابل برضو، وعامله جنبيها شيبسي، وعامله كمان حاطه معاها الزيتون والليمون والفلفل اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، وعامله البتنجان المخلل المخدد وفلفل. لو عايز تعملي بقى سلطه طحينه، سلطه طماطم عادي يعني جنبها. والهنا والشفا.